انا عايزاكم بس تتخيلوا الكلام اللي انا هقوله. يعني انتوا لما تسمعوا الكلام اللي انا هقوله ده، يعني خيالكم يسرح فيه. والله العظيم والله العظيم الست دي 71 سنة. يعني عارفين يا جماعة 71 سنة ومش بصحة حلوة. الست ماشية محنية تاتا تاتا زي الطفل اللي بيمشي، والله زي ما بقول لكم كده. واقفين بالليل على اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، على الصحراوي في عز السقعة. انتوا عارفين الجو عامل ازاي؟ يعني انا دلوقتي بسجل فيديو وانا تحت البطانية ولابسة جلابيتين وعظمي كله وجعني. انا بس مش بشتكي، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. انا بتكلم على الست اللي عندها 71 سنة، واحنا راكبين طبعا بنقف على الصحراوي وبنستنى اي حاجة نركبها، سواء ميكروباص بتاع ده او اتوبيس او اي حاجة. واحنا في الطريق الاتوبيس وقف والست طلعت. هي عايزة، قالت له الجيزة، قال لها لا الرماية. ركبت الست ومش قادرة، فالحمد لله في حد كده أملاها من قدام وقعدت. صراحة السواق صراحة ما خدش منها فلوس. بقول لكم مش قادرة تمشي. تخيلي قد جدتك 71 سنة. اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، والله العظيم. المهم نزلنا مع بعض، نزلنا الرماية. طبعا مش الرماية يعني قدامنا عشان الموقف حبة حلوين كده نمشيهم، فكنا 3. ما انا معرفهمش. واحدة شابة كده، يعني بتعرف في الاربعينات، وانا والست الكبيرة دي. الست مش قادرة تمشي. فقالت لا انا مش قادرة امشي، انا هقف اركب اي حاجة هتوديني. يا حاجة مفيش مواصلات من هنا. المهم يعني اقنعناها ان مفيش مواصلات، مفيش حاجة هتقف لها. فمشينا احنا ال3. عايزة اقول لكم مش قادرة تمشي، مش قادرة تمشي. مش عارفة اقولها لكم ازاي، مش قادرة تمشي. طب يا حاج، المهم قعدت اهزر معاه وبتاع، مش عارفة ايه. بقول لها انت طباخة، انا شامة ريحة الاكل الجميل وبتاع. قعدت اهزر معاه تضحك. بقول لها حاجة، هو انت جاية منين؟ انت رايحة الجيزة؟ ساكنة بقى فين في الجيزة؟ المهم قالت لي لا ده انا هنزل الجيزة. انا هنزل الجيزة وهركب الحتة اللي اسمها يعني هتنزل يعني. شوفوا هي فين يا جماعة، شوف احنا قابلتها فين، على الصحراوي. نازلة رايحة الجيزة، وبعد الجيزة هتركب هنا دخلنا على سلطة ام رمان. ده بتنجان مشوي على البوتاجاز. طحنته، وبعدين حطيت رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون ورشة كزبرة ورشة شطة وتوم بودرة. مبحبوش التوم التقيل يعني. بس وعصرت نص ليمونة، وطبعا فصصت رمان. ويا بتنجان يا بتنجان. حياتنا بقت بتنجان خالص يا جماعة. وحطينا رمان وحطينا دبس رمان وحطينا زيت زيتون، وتمام التمام. تمام تمام تمام. المهم انا كده بروق في المطبخ كده، عايزه اخلص. الوقت اتاخر وانا عايزه اخلص. كل ما الم حاجه الاقي حاجه، كل ما الم حاجه الاقي حاجه. بس انا برضو اللي بتاخر اصلا. انا بروح الشغل متاخره، المفروض اروح بدري. ما علينا ما علينا. طبعا كان المفروض احط بقدونس، طبعا مفيش اي حاجه، مفيش بقدونس ولا في اي حاجه. بس فخلاص بقى كده هنعمله كده. هنعمله كده وخلاص. شطه بقى والتحابيش والمحابيش والحاجات دي. المهم فزي ما بقول لكم كده، اللهم صل وسلم عليك سيدنا نبي. تخيلت وانا ماشيه، او يعني مش تخيلت يعني، حتى كمان لما روحت البيت ولقيت نفسي متكتكه كده. يعني انا مش عارفه والله العظيم، يعني مش عارفه يا جماعه. هي الناس اللي في بعض الناس كده اتعدمت الرحمه من قلوبهم. دي واحده ست بتروح تطبخ عند ناس كل كام يوم، يسيبوها في عز التلج كده يا جماعة. ست مش قادرة تمشي. يعني مثلا ما عندهمش سواق يوصلها مثلا. ما يطلبولهاش يعني زكاة عن عافيتهم. زكاة والله مش حاجة. يعني زكاة عن عافيتهم. دي رايحة فين؟ دي رايحة يا جماعة تركب الاتوبيس، تنزل الجيزة وتروح تركب حاجة كده، تروح فين؟ انا هفتكر دلوقتي وانا بسجل الفيديو، افتكر فين يا ربي. الحلوان يا جماعة. ست رايحة حلوان. الكلام ده كان الساعة 6 المغرب، 6 العشاء. 6 هتنزل يعني، مش مشاوير. مش قادرة بقولكم، مش قادرة تمشي. كانت واقفة وتقول لا أنا هركب أي حاجة. مفيش حاجة بتتركب يا حاجة من هنا. فعايزة أقول لكم فين الرحمة؟ يعني مثلا لو طلبوا لها أوبر، يعني جريمة يعني. 8 فرخة يا جماعة.
طلبوا لها اوبر ب200 جنيه ولا زكة عن عافتهم، يعني ايه المشكلة؟ جابوا سواق الهانم اللي هي بتشتغل عندها ولا البي ولا خدها بالعربية، ايه المشكلة؟ زكى عن عافيته وراح وراح وداها الموقف بالعربية مثلا او ركبها، ايه اللي يحصل يعني؟ ليه؟ يعني كمان ما ممكن يكونوا مدونها فلوس المواصلات، بس بناقص فلوس المواصلات ده هتمشي ازاي دي وتروح فين دي؟ في ايه يا جماعة؟ والله العظيم يعني انا مش عارفة الناس دي ايه، الناس دي فين الرحمة اللي في قلوبهم؟ مفيش. اما ست قد جد يعني كبيرة، يعني انا 71 61 سنة، واحد وسيلة 71 سنة يا جماعة، ومحنية كده وعاملة زي الطفلة تشيلها على كتفك. المهم انا بروح لواحدة والله العظيم الله يمسيها بالخير ويسترها في الدنيا والاخرة يا رب. انا بروح اعمل اكل وبروح الاقي واحدة بتنظف. تمام والله العظيم والله العظيم. لما بنتأخر يعني بنتأخر، يعني مش بنتأخر قوي، حتى 4 ولا 5 ولا بتاع، مش متأخر والله العظيم، تطلع بالعربية وتوصلنا وحياة ربنا. رغم ان المنطقة فيها اتوبيس، لو لقت الاتوبيس في السكة تشاور الاتوبيس تقف على جنب وتنزلنا نركب الاتوبيس. مفيش الاتوبيس بيوصلنا لغاية ما نركب المواصلات بتاعتنا والله العظيم، وبتبقى تعبانة ونقول لها ست خليكي، تقول لا والله. ما اعرفش يعني، انا مش انا بستعجب والله العظيم. زي ما في وحش في حلو، يعني زي ما في ناس بتتقي ربنا كده ويعني وبتعمل خير، في ناس برضو بتعمل العكس، بتكلم بجد. فمش عارفة في ايه يعني، انتوا والله العظيم لو شفتوا الست تصعب عليكم. فيعني يا جماعة لو ست زي دي مش قادرة يعني خليها بتروح لراجل كبير بتطبخ له او لست كبيرة بتطبخ عادي يا جماعة. يعني تشوفوا واحدة بالطريقة دي تعبانة كده اطلبوا لها عربية ملاكي، ايه المشكلة يعني؟ يعني يا ست كانك بتطلعي شيء لوجه الله الكريم، اعتبريها زكاة يا ست من زكاة مالك، ايه المشكلة يعني؟ ف طبعا انا مفروض ان انا هروح المنيب، مفروض مشيت لغاية الموقف، انا مشيت لغاية الموقف مش مشكلة، مشيت لغاية الموقف ركبت اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، ركبت في بقى الموقف بتاع 28 ده فيه عربيات كتير، فركبت ورحت. لكن هما طبعا الشابة اللي معايا دي اللي عندها حوالي حدود 40 سنة دي بقت ماسكاها من ايديها، ويعني صعبانة على الناس كلها، يعني تخيلها جدتك. فواخداها كده ومشي هما بقى اتجاه، قالت لها انا مش هنروح موقف ولا حاجة، احنا هنركب اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، احنا هنركب الاتوبيس من على الطريق من الناحية دي. انا بقى قلت لهم سلام عليكم وانا كملت بقى، لان انا اصلا اتجاه غير اتجاههم. بس في كل الاحوال يعني حاجة مش حلوة خالص صراحة يعني. انا مش رومانسية ولا مسهوكة ولا اي حاجة، بس انا بقول لكم لو انتوا شفتوا الست تصعب عليكم، بس لان يعني 71 سنة ويعني صعب الموضوع صعب. او يعني لو هما ربنا موسع عليهم يخلوها قاعدة في بيتها ويعملوا لها قرشين كل شهر ولا اي حاجة، هو ربنا موجود بس، يعني يبقى في رحمة شوية عند البشر يعني. المهم حبايبي الحلوين الغاليين، انا بنسى اشكركم على ذوقكم وعلى دعواتكم وعلى كلامكم الطيب، وما تشغلوش نفسكم في اعلانات ولا ما فيش اعلانات، انا اعمل ايه؟ هو اليوتيوب ملوش مزاج احط لي اعلانات، فيديوهاتي مش عاجباه، هو عايز فيديوهات بقى مسخرة رقص وحكاوي القهاوي وبتاع، وانا بطلت ارقص يا ولاد. خلاص يا ولاد اعتزلت الفن حبايب قلب، اعمل ايه يعني؟ خلاص رضا كده خلاص، يلا حسن الختام. طبعا انا بشكركم كلكم على ذوقكم وعلى كلامكم الجميل وعلى دعواتكم ليا، ربنا يستركم في الدنيا والاخره، ويكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي، وما يحرمنيش منكم ابدا ولا من ذوقكم. والله العظيم يا جماعه انتوا كلامكم على عيني وعلى راسي، كلامكم ده بيحسسني ان الدنيا فيها امان وفيها خير وفيها سعاده وفيها كل حاجه. فبشكركم جدا جدا على كل كلامكم الطيب وكل دعواتكم ليا، ربنا يا رب يستركم في الدنيا والآخرة ويكرمكم ما يحرمنيش منكم أبدا. أنا طبعا زي ما انتوا شايفين عمالة أعمل الشغل بإيدي واسناني وإيدي. المفروض عند المكواجي، المفروض ان كان في حد بيجي يشتغل في المكان اللي انا فيه ده بينظف،
وكان بيساعدني في غسيل المواعين او الترويق. لكن للأسف للألم أنا شامة ريحة خيانة وريحة غدر. بقاله مرتين مجاش. قالك بقى وانا اروح اغسل المواعين واروق واعمل ليه يعني؟ ليه يعني؟ مش عارفة والله العظيم. يعني انا شاكة في حاجة زي كده. بس على كل حال الموضوع ما بيفرقش معايا، لاني انا يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، مش مستنية مساعدة من اي حد. اللي بعمل بايدي واسناني وبخلص. اكم شغل بروحه في كل حاجة، تنظيف وطبخ، الطبيخ والغسيل المواعين بتاع، ولا مش فارق معايا اي حاجة يعني. بس يعني انا ملاحظة ان في المرة اللي انا بروحها الشخص اللي بيروح ده بيتعمد ان هو ما يجيش، الله اعلم. بس مع مرتين ورا بعض، واخدين بالكم؟ مرتين ورا بعض. على كل حال انا مش فارق معايا حاجة. ربنا يديني الصحة وما يحوجنيش لاي حد على وجه الارض، ولا يحوجكم لاي حد. انا بخلص شغلي على اكمل وجه، وبمشي تقريبا في الميعاد برضو اللي انا كنت بمشي مع الناس اللي كانت بتساعدني دي. فانا ما عنديش مشكلة عادي يعني. بس انا قلت كلمتين كده من خلال الفيديو، لعل وعسى يشوف الفيديو ويعرفوا ان انا ايه، الحمد لله مش متكلة على اي حد. انا بتكل على ربنا سبحانه وتعالى. حبايبي الحلوين الغاليين العسلات الشربطات، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. ادعوا لي بحسن الخاتمة يا ولاد، واشوفكم على خير.